السلام عليكم ورحمة الله. الكثير من الآباء والأولياء الأمور والأمهات كيتشكاو من الكذب عند وليداتهم، وليداتكم الصغار تيكذبوا. المهم، هذا موضوع عادي لأن الوليدات كيطوروا الأداء ديالهم، تيبغيو يلفتوا الانتباه، تيبغيو يديروا بلاصتهم إلى غير ذلك، وهذا كذب تيضر بعض الخطرات الناس الآباء والأولياء الأمور تيبدا يقول لك واش أنا ولدي غيبقى يكذب طيلة الحياة ديالو. أنا نعطيكم واحد الطريقة سهلة وسريعة جدا باش أنها تحل المشكل ديال الكذب بسرعه من طبيعه الحال، وتقدر تكون عندها نتائج، والا جربوها الناس بزاف غتكون النتائج حقيقيه وواقعيه. قبل ما نعطي لكم دائما تنقول لكم تعليقاتكم ما تنساوهمش، لانه هذا الشيء هو اللي غيخليني ننتج اكثر، وانا تنتفاعل مع الناس اللي شجعوني على الاداء الجيد. اذا دير ابوني، دير تعليق، لايك، بارطاجي الفيديو ديالنا. الكذب، الكذب حرام فعلا، لكن هذا الشيء ما غاديش نتناقشوا انا مع ولدي ولا مع بنتي صغيورين نبدا نقول لي لا راه كذا، ما فهمش هو هذا الشيء، حيت هو حتى في الكتابه يكتبها مقلوبه وكتبان ليه عاديه. اذا شنو خصني ندير انا؟ غنجي الا ولدي تيكذب، فانا ما غاديش يثير انتباهي داك الكذب ديالو، بقدر ما انني خصني نستغل وندير تصرفات مناسبه وملائمه. لهذا غتجلس مع ولدك وغتعكس الايه. معنى غتعكس الايه، غتجي لعندو غتقول ليه ولدي دابا انا الا قلت لك غنشري لك لعبه ملي تنجح، واش تبغيني نكذب عليك وما نشريهاش لك؟ اش غيكون الجواب ديالو؟ غيكون الجواب ديالو لا، ما نبغيكش تكذب عليا بابا، حتى انا ولدي ما نبغيكش تكذب عليا. ها الا قلتي لي شي حاجه ما نبغيكش تكذب عليا، والا جيتي تخبرني بشي حاجه خاصها تكون صادقه وصحيحه. من بعد هذه العمليه الله يجازيكم بخير، ممكن تواعدوا بشي حاجه، ولا غد لي تجيبها ليه وتقول ليه ياك وعدتك البارح بكذا، غيقول لك ها هي جبتها لك، انا ما كنكذبش عليك. اذا انت ما خصكش تكذب عليا، وان شاء الله وباذنه ما يبقاش هذا المشكل، وتحس بولدك بانه كان بغى يدير شي حاجه، لقى بان الطريقه اللي باش واجهتيه كانت قويه. تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله.